ولكن لو تمر المغرب والجزائر نصف النهائي رايحين نشوف حرب إعلامية وحرب في مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائر والمغاربة، ويزيدوا يقسموا الحالة أكثر. الأخوة اللي شفناها في كأس العرب، الأخوة اللي شفناها على كثير من الفيديوهات، وعلاش ما يركزوش عليها؟ قنوات يوتيوبية مغربية راهم دايرين نفس الشيء كيما هذا. روح اسمع. حنشجع المنتخب الكاميروني إن شاء الله. المنتخب الكاميروني يتأهل إلى نصف النهائي بالأداء والنتيجة. نشوفوا هذا الإعلام الجزائري وليد العقل أيضا يظهر من جديد ويعلن عن هذه، ليست مفاجأة على كل حال، حنا نعرفوه وكذا. حنا نقولوا لماذا هذا الحقد من طرفين؟ على كل حال شفنا بعض المجموعة أنه سيبورتيو الكونغو، فنشوفوا مع بعض وش قال. بسم الله على بركة الله. ختام وليد العقل محللنا، قلت لك في قبل نهاية الحصة أنك تقول لنا من هو المنتخب الذي سيشجعه وليد العقل في ثاني مباريات ربع النهائي بين المنتخب الكاميروني وصاحب الأرض والجمهور. باش نكون معك صريح، أنا ما نقدرش نخرج على السياق. كيف المشجعين ولا الجماهير الجزائرية حنشجع المنتخب الكاميروني إن شاء الله. المنتخب الكاميروني يتأهل إلى نصف النهائي بالأداء والنتيجة. ياك هو اللي أقصانا المنتخب الكاميروني هو اللي لا في كرة القدم ما قصاناش في حاجة واحدة أخرى. ما كاش حاجة كما يقولوا كاين مشاكل ولا ما بين الجزائر البارح اللي كنت تقولوا انه يتعاود الماتش والكاميرون وسمو رئيس الاتحادية الكاميروني صامويل إيتو هو اللي خدم الماتش، شرى الاربيتراج وكذا باش ما خلاناش اننا نفوتوا للمونديال. كانت ضجة كبيرة، بلبلة كبيرة مشاخرة كما تشوفوا، دار العجب وكذا، وكنتوا انتم تتحدثوا ودوك طيرته ولا كيفاه؟ الكاميرون من ناحيه سياسيه ولا اقتصاديه ولا ثقافيه كاين لعبه تاع كره القدم، لازم كاين فريق يربح وفريق يخسر، لازم نامنوا بالشهاده. وحنا الجزائر دوك هذه يقول لك ما كاش مشاكل سياسيه ولا اقتصاديه ولا مع ذلك البلد. كما قلت لكم في فيديوهات سابقه انه كره القدم اصبحت هي السياسه، هي رب السياسه تاع السياسه. كره القدم هي السياسه. ما يزيدش يقول لي واحد منا للفوق انه كرة القدم ما تدخليش الرياضة في السياسة ولا كرة القدم بعيدة. لا يمارسوا بها السياسة هذه كرة القدم من الجانبين من الطرفين. البارح شت ايضا واحد يقول لي ايضا انه اعلام قناه يوتيوبيه ايضا في المغرب داروا بلاطو التمه، واحد كيف يهاجم على عموره كانه هو اغتال بومبا هذايا المناضل الكونغولي والى اخره. ورانا شفنا الاعتذار تاع عموره وهو قال له لا ماشي مقصوده. وفي بلاطو كونغولي كانوا يعني يشوفوها امر عادي جدا، كانوا يضحكوا على هذه الطريقه. قال له شوف لاعب عموره الجزائري كيف دار مع المناصرين وكذا، هذاك الجست تاع عموره كي دار هكذا ومن بعد سقطه وقال له روحوا ترقدوا ولا تاع مزاح. هما فهموها هذه. ولكن الاعلام من هنا وهناك في المغرب الاعلام الرسمي لا يتحدث على كل حال، ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب رانا نشوفوا قنوات يوتيوبيه مغربيه راهم دايرين نفس الشيء كيما هذا. روح اسمع. نقعدوا غير نربحوا ولا ما نخسروش، ما نجوزوش بايام عصيبه ولا ما نجوزوش بسنوات وين يكون المستوى متذبذب. ولا عبالك المستوى لازم في بعض الاحيان يكون مرتفع، في بعض الاحيان ينزل، وهذه هي سنة الحياة. المنتخبات في العالم كامل هكذا، ماهيش فقط المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري وصل في 2014 للمركز 15 وحاليا المنتخب الجزائري متواجد في المركز 34. الكاميرون والمغرب راح نشجع الكاميرون، انا نكون صريح معاك، راح نشجعوا بشغف. كما قال لي سمير بادي في الكواليس، تكلمنا منذ قليل، قال لي ان شاء الله الكاميرون يتأهلوا باش المنتخب الوطني اذا كتب ربي ان شاء الله احنا تاني نتأهلوا امام نيجيريا ونتلاقاو ان شاء الله في نصف النهائي ونصفيوها. انت الكلام اللي هضرت عليه، هما فازوا علينا في تصفية كأس العالم، تأهلوا
وحنا ان شاء الله في النصف النهائي نخلفوا لهم الدار ونجوزوا نربحوا ونطلعوا الى النهائي ان شاء الله. والمنتخب الكاميروني خويا نازم ماشي شجعته اليوم فقط، ولا انا الكاميرون منتخب كما يقولوا عريق اللي يشفى الروجيميلا ويشفى مبوما ويشفى اللاعبين هذو سونغ وكذا، عندهم لاعبين صامويل ايتو بارك الله فيك اللي راهو رئيس الاتحاد الكاميروني، وتجمعنا علاقه طيبه معه بين الاتحاديات الجزائريه والكاميرونيه. هذه واش داروا البارح كي كنا اقصينا امام الكاميرون مع الاتحاديه وايتو فاسد، وماذا درتوا انتم كاعلاميين؟ ما حبستوش من نشر فساد الاتحاديه وايتو يستخدم الكولاسه ويشري الحكام وغيرها وكذا. والان تغير 360 درجة. لماذا؟ لأن المنتخب الكاميروني يلعب ضد المنتخب المغربي، ولأن مجموعة من بعض المغاربة شجعوا المنتخب الكونغولي وراحوا للسفارة الكونغولية قبل المقابلة. وشوفوا هذه واش حبيت نقول الفائدة من الفيديو، أنه الأمور ما بقاتش في إطار رياضي، راحت للسياسة من الجانبين. هناك ناس يقول لي باللي هذوما الجزائريين يبداو الاولين ولا المغاربه اللي بداو، ما يهمنيش شكون اللي بداو ولا غير، انا يهمني الفائده تاعك انت يا اخي. ما الفائده من هذه الصراعات اللي قاعده نشوفوها حتى في لايفات في مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني لو تمر المغرب والجزائر نصف النهائي رايحين نشوف حرب إعلامية وحرب في مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائر والمغاربة، ويزيدوا يقسموا الحالة أكثر. الأخوة اللي شفناها في كأس العرب، الأخوة اللي شفناها على كثير من الفيديوهات، وعلاش ما يركزوش عليها؟ أنصار المنتخب الجزائري، مئات المناصرين للمنتخب الجزائري، حملات تنظيف ملعب مولاي عبد الله بعد نهاية كل مباراة، حملات تنظيف. وشفنا مغربي بعد خروج المناصرين للمنتخب الجزائري يقول لك بسم الله ما شاء الله وتبارك الله عليهم، يصور بالفيديو. كاين واحد مغربي يقول لك شوف النظافة، خلوا الملعب نظيف كله بسم الله ما شاء الله. وعلاش ما نركزوش مثل هذا الشيء؟ وعلاش ما نركزوش على الناس مغاربة اللي يشجعوا الجزائريين، الجزائريين يشجعوا المغاربة، ويزيدوا يوحدوا بين هذه الشعوب، بين المغاربة والجزائريين، اللي يجمعوا ويلموا الشمل هذين الإخوة. أنا كي نموت ما يقوليش كي نكون في القبر تاعي الأسئلة تاعي يقول لي من تناصر ضد المغرب ولا ملك الموت، ما يقوليش هذا الشيء يا خوتنا. كما تعرفوا احنا كمسلمين يجمعنا الدين الإسلامي، المسلم أخو المسلم. أنا جزائري أنت مغربي، عادي جدا، ونتمنى الخير لكل البشرية. جماعة الإنسان يكون إيجابي ما يكونش سلبي. وكاين ناس أيضا يسألوني إذا كنت خويا قل لي الصحراء مغربية، إذا كانت مغربية ولا لا. فهذه صراحة أمور. أنا كي نموت داخل قبري ما يقوليش أنا ملك الموت أنايا، يقول لي الأسئلة الصحراء إذا أنت مغربية ولا غربية ولا كذا. هذا لا يهمني أصلا، وليست القضية تاعي. إذا كانت قضية المغاربة صراحة يؤمنون، هي عقيدة عندهم لكل مغربي أنه الصحراء مغربية، الأراضي المغربية، وكل ما يريد تقسيم بلده فهو فيه كذا وكذا، هذاك من حقك أنت. ولكن أنا كجزائري ليست قضيتي. هناك هذه المجموعة تاع البوليزار وكذا، الله يسهل كاع عليهم في هذه السياسة اللي راهم يمارسوها. ولكن لماذا نزيدوا العدوان أكثر؟ نقول كان نكون نولي أنا عدو، كان أنا مواطن عادي بسيط، حشيشه طلبه معيشه. انا دايرين فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنوا الخير لخوتنا واشقائنا المغاربه والخوتنا المسلمين اينما كانوا في هذا العالم، والبشريه جمعاء. نتمنوا الخير لخوتنا وان شاء الله الافضل. وهذه كره قدم مجرد جلد منفوخ. فالاعلام مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا على الجانب تاع البوليتيك فيها، يستخدموا فيها البوليتيك. هذا ما كان يا خوتنا. اكتبوا رايكم في التعليقات. الله يدوم الاخوه والمحبه هذه.